العسل ده كله؟ لا انا مش قصدي عن نفسي ولا عنك انت كمان، انا قصدي على مهرجان العسل المصري اللي معمول في حديقة الحرية من النهارده الاربعاء 27 نوفمبر وهيقعد لحد يوم 30 نوفمبر. في المهرجان هنا هتلاقي انواع غريبة جدا من العسل يمكن انت ما شفتهاش قبل كده. بص حضرتك، دي صدر رقم واحد، دي صدر رقم اثنين. بص تعالى، ادي الصدر اهو. بص حضرتك زي ما جاء من المنحل. بص بقى الميزه في المهرجان ده ان انت هنا تقدر تشوف كل حاجه بتتعمل قدامك وقتي، يعني انت مش هتاخد حاجه متعلبه، انت هتاخد حاجه بتتعب بيلك. من الحاجات الغريبه اللي هتلاقوها هنا في المعرض كمان منتجات للشعر والبشره معموله بمنتجات النحل. بصوا يعني ده شامبو داخل فيه منتجات النحل، ده غسول للبشره، القمر ده ليب جلوس بالوانه بمنتجات النحل. بصوا المهرجان عسل وفي كمان بلح من الوادي الجديد. الاسعار ايه؟ الاسعار عندي هنا ب 50 الكيلو؟ كل عمر حضرتك كيلو عسل كيلو تمر. اظن ما فيش احسن من كده. بصوا تعالوا هوريكم حاجه جديده. اهلا بيكم في باشن اند دراجون، مكان الفواكه الاستوائيه في مصر. ده اول مره في مصر. عسل دراجون فروت وعسل الباشن فروت. احنا دلوقتي هندوق الباشن فروت الاصفر الاحمر الاصفر. ايوه، يعني هي اصلا بتعلي مستوى الدوبامين في الجسم وبتديك استرخاء، فعشان كده هم سموها فاكهه العاطفه، وشعور بالسعاده غير عادي لما بتاخديها. هتعمل سعر خاص للناس اللي تبعك، هيجي يوريك الفيديو يقول لك انا شفتك في الفيديو ادي كلامك اهو. 10% للناس اللي معاك.